الكب كيك حدوتة وسهل وبسيط، ولو أول مرة تعملوه هيطلع معاكم حلو ما تقلقوش. أول حاجة في بولة هنكسر فيها بيضتين وأربع معالق من السكر، وكده كده السكر حسب الرغبة، هتضرب ضربة حلوة كده لحد ما الاتنين يكونوا كريمي بالشكل ده. بعد كده تبدأ تحط رشة فانيليا ومعلقة من الزيت ومكعبين من الزبدة الصغيرين وفنجان لبن صغير. والله الواد حدوتة مروق عليكم. اضرب ضربة حلوة. أظن لحد دلوقتي الدنيا سهلة وبسيطة. تبدأ بقى تحط كوباية ونص من الدقيق ومعلقة من البيكنج صودا ورشة ملح، واضرب ضربة أخيرة لحد ما يكون القوام كده، والنبي فيه حلاوة كده. هات صينية حط فيها قوالب الكب كيك وتبدأ ترص رص الجاتو يا بتوع البلاد، ونبدأ نحط الحشو، وضروري نخليه على النص عشان كده كده في الفرن هتكبر معانا. أظن لحد دلوقتي الدنيا سهلة وبسيطة. تعمل الكمية كلها، تدي خبطة حلوة كده عشان نتأكد إن الحشو نزل تحت، وعلى الوش بقى تبدأ تحط شوية شوكليت شيبس، واطلع على فرن شغال على 170 10 دقايق وعينك عليها. هتطلع معاك بالشكل ده. هتديها بقى خله كده صغيره كده في القلب عشان نتاكد ان هي مستويه من جوه. والله الواد حدوته مروق عليكم. انا عندي بقى اتفضل شويه حطيت عليهم معلقه كاكاو، وقلت اعمل بقى شويه بالشوكولاته، وعملت نفس الخطوات وعلى الهادي يا زبادي. اظن لحد دلوقتي الدنيا سهله وبسيطه، وممكن تقوموا دلوقتي تعملوها. ايه يعني كوبايه دقيق وبيضتين وشويه سكر؟ قوم اعملها دلوقتي ومستني رايك. انا كده خلصت حلقه النهارده. يا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجه تعجبكم. اشوفكم في حلقه جديده. سلام. اعمل سيف للحلقه دي عشان ما تطوش منك، جامده قوي.